السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض كلاوي، اكله لذيذه جدا وحلوه جدا، وعاده بتتعمل لاول يوم العيد او يوم الوقفه، وعاده برضو بتتعمل في الايام العاديه. اكله سريعه ولذيذه وطعمها حلو قوي. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. ادي كلاوي اهي. لو هتجيبيها قطعه واحده ممكن تقطعيها بالشكل ده، اللي هي زي المكعبات بالشكل ده، تمام كده. ولو جبتيها مقطعه بالشكل ده مفيش مشكله. انت هتجيبيها تغسليها وتشطفيها كويس قوي وتجهزيها. طبعا الكلاوي بيبقى فيها سنه زفاره، عشان نشيل سنه الزفاره دي هنرش رشه فلفل اسود عليها كده قبل ما نعمل اي حاجه. يلا بينا. ادي اهو انا جهزت معايا دي معلقه سمنه كبيره، ولو عندك دهن بيبقى حلو جدا في الكلاوي اللي هو بيبقى لذيذ. لو ما بتحبيش طبعا الدهن مش مشكله، او ما عندكيش معلقه سمنه كبيره زي ما انا حطيت كده، وبصله كبيره تكوني مقطعاها، يا اما تقطعيها صغير يا اما تقطعيها حلقات حسب رغبتكم انتوا، يعني لو بتحبوا البصل يكون ظاهر تمام كده، وتشوحيها كويس قوي مع السمنه بالشكل ده. وهننزل بمعلقه السبع بهارات، او يكون عندك توم باودر، بصل باودر، كمون، ملح، زعتر، كزبره ناشفه، يعني نوعي على قد ما تقدري، بس دي اللي هي اللي احنا عاملينها الخلطه الجاهزه. وادي دي نص معلقه ملح، ونقلب الحاجه بتاعتنا كويس قوي، ونشوح البصله كويس قوي. شايفين الريحه؟ يعني ما شاء الله ريحتها طلعت. نقلبها كويس جدا. وادي اهو بعد ما شوحت البصله بالشكل ده هنزل بالكلاوي بتاعتي، نقلبهم كويس. تمام كده. يلا نقلب بقى الكلاوي بتاعتنا كويس قوي. وادي اهي بصوا غيرت لون وبدات تدخل في السوا اهي. وبصوا هنعمل لها طشه الصوص بتاعها الحلو ده. نركن الكلاوي كده على جنب، ونعمل لها طشه منها فيها كله في نفس الصينيه. ادي دي اهي معلقه توم، ونبدا نحمر التومه وبعدين نقلبها كلها مع بعض، بس بعد ما نحمر التومه على جنب كده. ادي اهي التومه بدات معايا تحمر. هنبدا بقى نقلب كل المكونات مع بعضها، نقلب كله مع بعض. وادي اهي معايا بدات ان هي تاخد سوا، بس طبعا الكلاوي عامله زي القنصه بتاخد سوا، فاحنا محضرين نص كوبايه ميه او تلت، ونبدا ننزل بيها. الميه تكون سخنه ونسيبها تاخد الغلوه بتاعتها. اول ما هتتشرب هتعرفي انها استوت. وادي اهي معايا بدات ان هي تتشرب، شايفين؟ والصوص حاجه بسيطه خالص. في الوقت ده بقى تكوني مجهزه معايا اهو طماطمايه واحده، ولو عايزه تزودي ممكن حبتين طماطم، قرن فلفل حامي، قرن فلفل رومي، ونبدا ننزل بيهم في الصوص البسيط ده ونبدا نقلب. وادي اهو معايا بعد ما قلبناها هنسيب الخضار بس اللي هو الطماطم والفلفل يتبلوا شويه، وهي يدوبك هنسيبها برضو فيها شويه صوص بسيط كده، اللي هو برضو مش هنخليها تتشرب للاخر وتتقدم على كده. اشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله.